ديرنا سايا نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعب الله الوطن الملك. دوري الصداقة الغاية ديالو هي كيف ما قلنا ربط أواصر المحبة الأخوة، وهذا هو الشعار الأساسي لدينا، هو شعار الرياضة أخلاق وتواصل. نحن نلاحظ أن الإشكال الذي لدينا هو إشكال التواصل، لما لا نجعل من الرياضة حبل وجسر لكي ينمو هذا التواصل. جمعية بصمتنا فكرت تفكيرا عميقا من أجل أن تجعل هذا التواصل لبنة أساسية من أجل النهوض بالجماعة والنهوض أيضا بتراب وطننا ككل. مرحبا بكم جميعا، نسأل الله عز وجل أن يكون هذا دوري الصداقة ماتع وممتع في شهر مبارك وأبرك إن شاء الله. عقدت الجمعية بصمتنا اليوم ندوة صحفية لدوري الصداقة اللي جات هذا اليوم هذا، وكان خدينا كمكتب مسير لجمعية بصمتنا واحد الشعار اللي هو الرياضة أخلاق وتواصل بمناسبة ميلاد الأميرة لاله خديجة. والحمد لله اليوم تمت هذه الندوة الصحفية الحمد لله، وإجراء القرعة ما بين الفرق المشاركة اللي كانوا ممثلين المنتخبين جماعة دار بوعزة والإخوان الجمعويين وجهاز الصحافة. الفكرة اللي عندنا ارتئينا المكتب مسير للجمعية باش نكونوا واحد جسر تواصل ما بين هذه الفعاليات المجتمع المدني والإخوان الموظفين، واحد التلاحم اللي غتكون دوري صداقة وتكون فيه واحد اخلاق عاليه والتواصل. وفي هذا الشهر رمضان ان شاء الله اللي الانسان خصو لابد من الرياضه. كنتوجه بالشكر لجمعيه بصمتنا التي كانت نظمت هذا اللقاء هذا في المستوى اللي فيه الحمد لله نجمعوا فيه جميع رؤساء الجمعيات والمنطقه. كنشكروا على هذه الالتفاته لهذا المجال هذا من اجل تنميه منطقتنا. هذه الندوة الصحفية من أجل إجراء القرعة إن شاء الله تعالى لهذا الدوري الرمضاني في النسخة الأولى، اللي بمناسبة ذكرى ميلاد صاحبة السمو الأميرة لاله خديجة. من مال جمعية بصمتنا من أجل المواطنة بناءة ارتأت تنظيم دوري صداقة بين أعضاء جماعة دار بوعزة وموظفي العموميين لجماعة دار بوعزة والنسيج الجمعوي الذي يشكل المنتمي لجماعة دار بوعزة. ارتأت هذه الجمعية تنظيم دوري صداقة بمناسبة ميلاد الأميرة الجليلة لاله خديجة. بخصوص الدوري يتشكل الدوري من 9 فرق. في المقابلة الافتتاحية سيواجه فريق العائلة الجمعوية. فريق أعضاء جماعة دار بوعزة. فريق الصقور. جمعية بصمتنا من أجل المواطنة بناءة، شكرا على الحضور، شكرا للمجتمع المدني، شكرا لجميع الممثلين الفرق المشاركة في هذا الدوري هذا بمناسبة ذكرى عيد ميلاد لاله خديجة، وتحت شعار الرياضة أخلاق وتواصل. كنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في المشاركة ديالكم، ومرحبا بكم جميعا.